الأستاذ الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس جامعة القاهرة السابق وأستاذ الأمراض المتوطنة والكبد بكلية الطب. دكتور، برحب بحضرتك في صباح القاهرة، أهلا بيك. اهلا بحضرتك، بس الصوت بعيد قوي. حضرتك سامعني كده كويس؟ حضرتك على بعد. حضرتك سامعني كويس؟ حضرتك على بعد جامد. طيب دكتور، يوم 28 يوليو من كل عام هو يوم مخصص لمرضى الكبد أو لمرض الكبد. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع اللي هو اليوم العالمي للالتهاب الكبدي. مغزى اختيار اليوم لأمراض الكبد إيه؟ اتفضل يا دكتور. تمام، هو اليوم ده مخصص لأمراض الفيروسات الكبدية. تمام. وسبب تخصيص اليوم ده ان هو يبقى مرض للاهتمام بالفيروسات الكبدية هو ان الفيروسات الكبدية وخصوصا فيروس بي وفيروس سي لهم يعني بعد صحي عالمي كبير. نعم. في عدد الناس المصابين بفيروس بي او فيروس سي. تم اختيار اليوم ده لان هو ده يوم مولد العالم الامريكي بلومبرج اللي اكتشف فيروس بي واللي ساهم في تطوير لقاح لفيروس بي. فاليوم ده الهدف منه هو التوعية بالمشاكل اللي بتحصل في العالم نتيجة الإصابة بالفيروسات الكبدية. نعم. وخصوصا فيروس بي وفيروس سي. أيوة. وتكريم للعالم اللي هو نتج عن شغله عمل لقاح ناجح وفعال لفيروس بي. كويس جدا. طيب انا بس عايزه اسال حضرتك حاجه، الفرق بين فيروس بي وفيروس سي ان هو الاخطر، يعني احنا كنا بنسمع دايما في مصر فيروس سي او الناس كلها تقريبا او معظم الناس مصابه بفيروس سي، وايه سبب الاصابه بهذا الفيروس يا دكتور؟ تمام، هو احنا في مصر المشكله كانت عندنا، وعايز اقول كانت لان الامور تغيرت تماما. المشكله كانت عندنا ان كان نسبه انتشار فيروس سي هي نسبه عاليه جدا، كان تصل الى 22%. ده في 1996. نسبه انتشار فيروس بي في مصر اقل، لكن الحمد لله بالنسبه لفيروس بي احنا ابتدينا استخدام التطعيم الواقي من فيروس بي للمولودين حديثا من 1991. فبقى فيروس بي ما فيش مشكله بالنسبه لنا كبيره في مصر. كويس. اللي كان فيه مشكله كبيره عندنا في مصر هو فيروس سي، واللي كانت نسبه انتشاره عاليه زي ما وضحت لحضرتك. ايوه. لكن نتيجه للاهتمام ونتيجه لتوفر الادويه ونتيجه للمبادره الرئاسيه اللي اتعملت في 2018 2019 وتم فحص اكثر من 60 مليون مواطن لاكتشاف من هم مصابين بالفيروس وعلاجه. تمام. نسبه الاصابه بفيروس سي في مصر بعد ما كانت 22% نزلت لاقل من نص في المية. وده اللي خلى منظمه الصحه العالميه تشيد بهذه التجربه وتقول ان مصر هي اول بلد في العالم تصل الى الهدف من القضاء على فيروس سي. كويس جدا. طيب اسباب انتشاره في وقت من الاوقات، يعني احنا برضو يا دكتور كنا بنسمع مثلا النظافه، الاكل ممكن يكون ملوث الى حد ما، هل ده صحيح؟ دي اسباب فيروس ايه وفيروس اي هم اللي بينتشروا عن طريق الاكل وعدم النظافه والذباب والماء الملوث. تمام. اما فيروس بي وفيروس سي فهم بينتشروا عن طريق الدم، عن طريق الحقن الملوثه، عن طريق الادوات الملوثه، عن طريق الحلاق او الكوافير لو بيستخدم حاجات لم يتم تعقيمها في وفيها اثار من دماء قبل كده. فدايما فيروس سي وفيروس بي مرتبطين اكثر بالدم ومنتجاته والتدخلات اللي ممكن تحصل فيه، لا ينتقلوا عن طريق الغذاء ولا عن طريق الشراب. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور جمال عصمت، نائب رئيس جامعة القاهرة السابق وأستاذ الأمراض المتوطنة
والكبد بكلية الطب. يمكن زي ما شفنا كده تفاصيل عن الفيروسات نفسها، فيروسات الكبد A و B و C، زي ما الدكتور جمال وضح لنا موضوع الأكل أو الطعام الملوث أو عدم النظافة، ده فيروس A، و B و C ده اللي هو بسبب استخدام الأدوات عن طريق ان هو بتنتقل من شخص لشخص، الدم او تلوث الدم، وده خطير جدا. طبعا احنا الموضوع ده مهم جدا، المفروض يكون اسلوب حياة ان كل انسان بيستعمل او بيستخدم الأدوات